ازاي تاخد انترنشيب او تدريب في شركه عشان تقوي السي في بتاعك وتشتغل بجد؟ اول حاجه افتح لينكد ان ودور على الناس اللي شغاله في الشركه اللي نفسك تاخد فيها تدريب، ودور على موظفين في القسم اللي عايز تشتغل فيه او مسؤولين الاتش ار او ناس بتوع تالنت اكويزيشن. دي اكتر ناس اكتف على لينكد ان وبيدوروا على المواهب اللي زيك. بعد كده ابعت لهم رساله واضحه وقول لهم انا فلان الفلاني بدرس او خريج كليه كذا، مهتم اتدرب في شركتكم وعندي خبره فيه، وهنا تحط المواد اللي بتدرسها، اي كورس اخدته، اي تطوع او تدريب رحته. ولو ما حدش رد تابع معاهم، اهتمامك بيوصل انك شخص جاد ومهتم وفعلا عايز تتعلم. تاني حاجه السي في بتاعك لازم يشد انتباه اي حد يشوفه، يعني حط خبراتك الاول قبل تعليمك، حتى لو اشتغلت شغل بسيط او شاركت في انشطه في الجامعه او تطوع او مشروع في الكليه، عملت اي بروجكت، حضرت اي ايفنتس. ودايما ركز على المهارات اللي انت اكتسبتها، مهاره تقنيه بقى او مهارات زي اداره الوقت، العمل تحت ضغط، العمل في فريق، الابداع. واعمل السي في بتاعك بموقع مختص زي نوفو ريزومي او كانفا. تالت حاجه هي الكفر لتر، مهم وبيفرق. ده ببساطه جواب بتوضح فيه دوافعك وانت ليه تستحق الفرصه دي، ولازم تجاوب فيه على 3 اسئله. ليه بتقدم على الشركه دي بالذات؟ ايه اللي يميزك عن غيرك؟ وازاي هتضيف للفريق بتاعهم؟ ولازم تكتب لكل شركه كفر لتر مختلف، او حتى تغير كام جمله وتستخدم نفس الكلمات اللي بيدوروا عليها في اعلان التدريب. وطبعا لو عندك اي مهارات او خبرات او تطوع لازم تبرزها. واخيرا ما تخافش، الموضوع ابسط بكتير مما تتصور. الشركات عايزه شخص تدربه وتعلمه، وانت شخص عايز يتدرب. كل اللي عليك انك تقنعهم ان معاك مش هيبداوا من الصفر. بس كده، قولوا لي بتدوروا على تدريب في مجالات ايه؟